السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام. احنا تيم السعادة، حابب تسجل معانا؟ بكل رمزية وشيء. بص، احنا هنسألك شوية أسئلة كده وعايزينك تجاوب عليهم، ولو جاوبت صح بقى تاخد معانا جايزة. ماشي، ربنا يسر. ماشي؟ ماشي. طيب، أول سؤال في اللغة العربية. ايوه. أنت جامد في اللغة العربية، نسأل ولا إيه؟ يعني على طيب. قد ما أعرف يعني. طيب، جمع كلمة زينب. جمع كلمة زينب زيانب. 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 ما شاء الله ما شاء الله. دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم، ان كان فيه صحابي واقف على الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته، فقال له: يا رسول الله، زينب بالباب. قال له صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ يعني زينب زوجة عبد الله بن عباس، وزوجة عبد الله بن مسعود، أو زوجة كذا يعني. ما شاء الله عليك يا حاج والله. طيب، هنسألك بقى سؤال تاني كده. اتفضل. من هم كهول أهل الجنة؟ كهولة أهل الجنة. أبو بكر وعمر عثمان، بس اللي هم يعني غابوا، اللي عدوا ال 30 وال 40 سنة في الإسلام، يعني دول كهولة أهل الجنة. ما شاء الله عليك، احنا لازم نصعبها عليه شويه بقى يا جماعه. ما شاء الله على الحاج يعني. طيب بص يا حاج، اسم المسجد اللي توفى فيه سيدنا علي بن ابي طالب. ده في مسجد الكوفة. اوه ما شاء الله. طيب، عدد الذين يحملون العرش. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 80. سورة الحقة. ما شاء الله عليك. نعم. والله. وقد قال صلى الله عليه وسلم بالمناسبة: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من ملائكة حملة العرش، ما بين شحمة أذنه وعاتقه 500 عام. صدق رسول الله صلى الله عليه ما وسلم. شاء الله، الحديث حتى الحديث حافظه ما شاء الله عليك. طيب نحاول بقى ايه نصعبها اكتر بقى. اخر من توفت من زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام. ايوه كده بدأنا نفكر واحنا عايزينه. آخر من توفت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة. أم سلمة. طيب رضي الله عنها وارضاها. صعبها اكتر بقى ونجيب حاجه بالارقام وكده. اتفضل. في اي عام غزوه الخندق؟ كانت 5 هجرية. انت كده مش نافع معاك حاجه بقى. لا. فكروا كده يا جماعه نجيبوا سنة 5 هجرية. طيب. وكان الإشارة على النبي صلى الله عليه وسلم بفحر الخندق سليمان الفارسي، وكانت العرب لا تعرف فحر الخندق. طيب، عدد السنين اللي نام اهل الكهف. 309. طب نعمل معايا يا جماعه. سنين نعمل معايا. طيب، الجبل الذي قال الرسول عليه الصلاه والسلام فيه يحبنا ونحب. جبل أحد. جبل أحد، قال صلى الله عليه وسلم: جبل يحبنا ونحبه. طيب، السورة التي ذكر فيها سيدنا يوسف بخلاف سورة يوسف. الأحقاف. لا فكر تاني. كده عطلناه. لا استنى. الأحقاف. هو اتذكر في سورتين تاني غير سورة يوسف. ذكر في الأنعام. قول حتى واحدة من الاثنين. الأنعام. ما شاء الله. الأنعام. ما شاء الله. والله مصطلح غافر. هو غافر. طيب احنا كده الأسئلة الدينية كده مش نافعة مع الحاج خالص بقى، نحاول نغيره ايه الأسئلة شوية. طيب بص يا حاج، لو رجع الزمن بيك 30 سنة ورا كان نفسك تعمل ايه ما عملتوش؟ كان أحفظ القرآن كاملا، كتاب الله كاملا. ما شاء الله عليك والله. طيب، حد كان نفسك يكمل معاك حياتك لحد دلوقتي وهو مش موجود حاليا يعني؟ أمي رحمها الله. ربنا يرحمها يا رب. ربنا يرحمها. طيب، اشمعنى بقى يعني انت اخترت الحاجة؟ طبعا الأم ديت زي ما بيقولوا مدرسة، وإن الأم ديت بتحمل الهم وبتشيل همك وبتشيل مشاكلك، وبتبقى معاك ليل ونهار، ما بتسيبكش. طيب بما ان في ثقافة كده حاج بقى، مش حافظ اي بيت شعر كده براحتك يعني ديني؟ ماشي. يعني أقول لك يعني عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اللي انت تحبه عليه الصلاة والسلام. إني أحب أبا حفص وشيعته، كما أحب عتيقا صاحب الغار، وقد أرضى بعلي قدوة وعلما،
ولا أرضى بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة ساداتي وقدوتي، فهل علي من هذا القول من عاري؟ فيا رب أسألك بحبهم أن تعتق وجوهنا من النار. اللهم آمين يا رب العالمين.